في حاجات كتير بتبتدي كبيرة وحاجات كتير بتبتدي صغيرة، لكن أحيانا الحاجات الصغيرة هي اللي بتخلق أكبر تغيير في حياتنا. فيلمنا النهاردة بيحكي عن الديناصورات، وإن في ديناصورة باضت في عشها، والديناصورات فعلا بتبيض. كلام عبيط بس يحترم. ويمكن تلاقي بيض الديناصور ويكون صاحبك. كلام أعبط بس يحترم. وكانت كل بترعى البيض بتاعها، وكان في ديناصور صغير بيلعب، ولكنه عمل كارثة وهو مش واخد باله منها، انه قرب من ارض الديناصورات المتوحشة، ودول ما بيهزروش، دول مرعبين جدا وبياكلوا اي حد. راح الديناصور الصغير جري على القبيلة عشان يحموه، ولكن الديناصور المتوحش جري وراه وعرف مكان القبيلة، وطبعا كل الديناصورات جريوا وسابوا البيض بتاعهم، وكل البيض اتكسر الا بيضة واحدة، ودي هتكون فيها بطل فيلمنا النهاردة. البيضة هيلاقيها ديناصور بياكل البيض وهياخدها، لكنه مش هيلحق ياكلها، وصاحبه هياخدها منه وتقع منهم هما الاتنين في النهر، لحد ما هيجي ديناصور بيطير وياخدها من النهر، بس الطيور هترخم عليه ويوقعوها منه لحد ما تقع على شجرة. الشجرة دي عليها قرود، وكل القرود بيخافوا منها، وفي طفل هيسأل يار زعيم القرود ايه دي، ويقول له مش عارف، وليو هي اللي هتروح وتشوفها، ولما هتحاول تفتحها وتطلع منها الديناصور الصغير، يار هيقول لها ان ده وحش مفترس من الشط التاني، وانه هيفترسهم وياكلهم كلهم، لكن ليو ادته اليار عشان يرميه، لكن قلبه ضعف هيخلوه ما ياكلش لحمه. والقرود دربوا ألادار معاهم وسموه ألادار، عاش معاهم وأكنه واحد منهم. بس الحلو ما بيكملش، نزلت نيازك من السماء على الأرض وعملت انفجار كبير، وكلهم جريوا يهربوا، وألادار حاول ينقذ رودي بنت ليو، وجريوا من النيازك اللي نازله عليهم من السماء لحد ما وصلوا للبحر، ونطوا قبل ما ينفجروا. بعدها وصلوا للشط، بس لاقوا كل حاجه اتدمرت، وقرود كتير ماتوا، وألادار خدهم ومشوا لمكان يعرفوا يعيشوا فيه. بس قابلوا ديناصورات بلطجيه بياكلوا اللحمه، كانوا بيهاجموا ألادار عشان ياكلوه، ولكن بيقابلوا في طريقهم وهم بيهربوا قطيع من الديناصورات اللي ما بياكلوش لحوم، والزعيم بتاعهم اسمه كرون. ورودي قالت لمامتها كلهم شكل ألادار، فهيقرر ألادار يمشي معاهم احسن يتاكلوا. بعد ما وصلوا على جبل، كرون قال للمساعد بتاعه اللي هو اسمه بروتو هننام هنا النهارده، وبلغ القبيله. ألادار سمع ديناصوره اسمها بليل بتتكلم على مكان اسمه ارض المأوى، وليو سألتها عن ارض المأوى، قالت لها دي اجمل مكان، بس هم خايفين ما يعرفوش يوصلوا لان قطيع بيمشي بسرعه. فألادار قال لهم انه هيكلم كرون، ولكن كرون ما عجبهوش كلامه، واخت كرون كانت بتلاغي ألادار وبتقول له يا مسمسم. وألادار عرف ان اسمها ميرا، وقرروا يناموا. ولما الفجر جه، كرون وبروتوس كانوا بيصحوا القطيع علشان يكملوا الطريق ويفهمهم القواعد، وانهم مش هيستنوا حد، ومفيش ميه لحد ما يعدوا الصحراء، ويفضلوا قريبين من بعض علشان المفترسين ما ياكلهمش. قيمة تعبت هي وبليل، وألادار كان بيساعدهم علشان ما يتأخروش على القطيع، ولكن لقينا ان ماشي وراهم كيراتورس عشان ياكلهم، لكن كانوا لسه بعيد. ونرجع لكرون وبروتوس اللي وصلوا لأرض البحيرة، وقالوا للقطيع انهم قربوا من البحيرة. البحيرة دي ورا التل، وكل القطيع ابتدوا يجروا عشان عطشانين. بس كرون لما وصل للتل لقى الأرض بتاعت البحيرة والمية اللي فيها مش موجودة، وكل القطيع اتصدموا لما شافوا المنظر. كرون وبروتوس بيحاولوا يلاقوا مية علشان القطيع، وكرون قال لهم احنا هنكمل لحد ما نوصل لأرض المأوى، وهي على بعد ايام من هنا. ميرا بتقول له ازاي نص القطيع هيموت كده يا كرون؟ قال لها مش مهم، المهم ان نص القطيع هيفضل عايش احسن ما كل القطيع يموت. في اخر القطيع كان ألادار بيساعد إيما وبليل علشان ضخمة وكانت حركتها بطيئة. حركتها دي خلتها تحفر في الارض، لحد ما ألادار سمع هو وزيني صوت تحت رجلها، وقعدوا يحفروا لحد ما طلع ميه من تحت رجلها. وألادار نده على القطيع علشان يشربوا من الميه، لكن كرون جه وزعق لهم عشان يشرب من ناحية تانية. بروتوس كان بيدور في مكان تاني مع المساعد بتاعه على ميه، لحد ما قابلهم كيراتورس وكلوا المساعد بتاعه وكانوا هياكلوه، بس هو لحق وهرب. ميرا كانت معجبة بألادار انه بيساعد القطيع، مش عامل زي كرون. ألادار كان قاعد بيكلم معاه، وشكلها هي وألادار كده في بداية قصة حب. وكرون وهو بيشوفهم جاله بروتوس وحذره ان في كيراتورس. كرون وبروتوس صحوا القطيع بسرعة وخلوهم يمشوا علشان ما يتاكلوش. ألادار قال له والناس اللي في الاخر قال له يعطلوا كيراتورس عشان باقي القطيع يعيش، لكن ألادار رفض وراح يتكلم مع القطيع، بس كرون ضربه وقال له لو فكرت تتدخل تاني في اوامري هقتلك. لو ما تعرفش الكيراتورس دي ديناصورات لسانها طويل بلطجية، وبياكلوا اي ديناصور او حتى بياكلوا بعضهم، وممكن ياكلوا مال النبي ومال اليتيم كمان. يا ضلال يا نصاب يا حرامي يا واكل مال اليتامى.
السما. المهم هما مشيوا بس ما لحقوش القطيع، وبليل وهم بيمشوا سمعوا صوت من بعيد ولقوه بروتوس واكنه بيموت. ولما جه الادار يساعده رفض، وهم ماشيين لقوا كهف يستخبوا فيه، وبروتوس كان عايز يدخل معاهم والادار راح يساعده تاني. بروتوس قال له انت ايه حكايتك؟ قال له تعالى معانا في الكهف احتمي من المطر زينا. ليو راحت تساعد بروتوس عشان كان بيتخانق مع كيراتورس وجسمه مليان جروح. بروتوس سألها هو ليه الادار بيعمل كده؟ ليه بيساعد الغلبان والضعيف وما بيسيبهمش يقابلوا مصيرهم؟ انا هموت وعارف مصيري. ليو قالت له ده كده اختيارك مش مصيرك لو انت استسلمت، وانا كمان بقول لك اوعى تستسلم، حاول وقع وحاول تاني. الادار والباقي كانوا ناموا في الكهف، ولكن في نص نومهم حسوا ان في حاجه غريبه. طلع يا ساتر يا رب كيراتورس واقفين بره الكهف، ولو حسوا بحد هياكلوه. لما جم يدخلوا جوه الكهف بليل خبطت في حجر والحجر وقع وخرج بره الكهف، وده خلى واحد من الكيراتورس يبص جوه الكهف يتاكد في حد ولا لا، بس شاف الادار وجري وراه عشان ياكلوا وراهم. والادار كان بيساعد قيمه بس شدوه من ديله، وبروتوس رجع لالادار يدافع عنه وخلاه هو يروح يساعدهم. وبروتوس بقى هو اللي معطلهم واتخانق مع الكيراتورس وضرب عواميد الكهف وكان عاوز يهد الكهف على الكيراتورس، والكهف اتهد فعلا وبروتوس مات، بس مات بطل وموت كمان واحد من الكيراتورس، والتاني هرب. ودخل النهار والقطيع مع كرون كانوا ماشيين وتعبوا، والادار والناس معاه في كهف لقوا الكهف مسدود. زيني ورودي شموا ريحه غريبه، تفتكروا شموا ريحه ايه؟ صح، الشجر والمية بتوع أرض المأوى. الادار حاول يفتح السد ولكن الكهف اتسد تاني، وفضل الادار يحاول ويحاول لحد ما قرر يستسلم. بس بليل عملت زي ماما بتقولك ما تستسلمش وقوم يلا هنساعدك، وبقت تضرب الحيطة المسدودة بتاعة الكهف برجلها هي وقيمة. والادار حاول تاني معاهم، حتى ابن قيمة الصغير كان بيحاول هو والقرود معاهم لحد ما الحيطة اللي كانت سادة الكهف وقعت ووصلوا لأرض المأوى. بس الادار استغرب ان القطيع ما وصلش، بس قيمة قالت له هيوصلوا. بس لما بصت لقيت المكان اللي المفروض يوصلوا منه انهار الجبل بتاعه وبقى مش هيعرفوا يجوا منه. الادار قال لها هيروح ينقذهم، قالت له خلي بالك من كرون ده مفتري. الناحية التانية من ارض المأوى كان كرون وصل هو والقطيع فعلا، وقالوا الصبح بعد ما يرتاحوا ويناموا هيتسلقوه. بس كرون ما يعرفش ان الجبل محدش هيعرف يتسلقه من الناحية التانية لان خطر في النزول. والادار راح ينبههم لده ويقول لهم على الطريق الجديد. وفي الطريق شاف كيراتورس بيدور على القطيع ولقى واحد ضعيف منهم. الكيراتورس راح كاله. الادار قال الحق اوصل بسرعه قبل ما هو يوصل لهم. ولما صحيوا الصبح كرون قال لهم يلا اطلعوا شدوا حيلكوا، الصغيرين دول هيعرفوا يطلعوا. شوفوا الصغيرين وهم بيطلعوا الجبل، اطلعوا ويعملوا زيهم. يلا ارض المأوى وحياتنا ومستقبلنا ورا الصخور دي، يبقى هنستنى ايه؟ بس هما ما كانوش عارفين يطلعوا. ولما جم يحاولوا كان الادار وصل وقال لكرون ابعد القطيع من هنا كيراتورس جاي. بس برضو كرون كان عاوزهم يطلعوا. الادار قال له انه وصل لارض المأوى وفي طريق امان لو اتحركنا دلوقتي وكيراتورس مش هيلحقنا، وكمان الطريق ده امان لكل القطيع، يلا ورايا. بس كرون نزل له عشان يضربه لانه مش عاوز حد يسمع كلامه، وقال له هيفضلوا معايا. وقام ضرب الادار، وقبل ما يموته لحقته ميرا وقالت له احنا هنسمع كلام الادار. وكلهم مشيوا معاه وسابوا كرون. ولكن الوقت كان فات وكيراتورس كان وصل، لكن الادار وقف في وشه وقعد يزعق له. وكرون كان برضه بيطلع الجبل. الادار قال لهم لو اتفرقنا هياكلنا كلنا. وجت ميرا قعدت تزعق مع الادار، وباقي القطيع ابتدوا ان هم يزعقوا في وش كيراتورس لحد ما كيراتورس خاف منهم وما بقاش عاوز يجي جنبهم. بس خد باله ان كرون وحده وبيطلع الجبل راح ياكله. ميرا جريت وراه هي والادار عشان ينقذوا كرون، لكن كيراتورس وصل له واتخانق هو وكرون. بس طبعا كان ضرب كرون وهو هياكله. ميرا لحقته وزقت الكيراتورس بس ضربها هي كمان. والادار ضربه وزقه من على الجبل ووقع، وكان هيوقع معاه الادار ويموته. بس الادار لحق نفسه وعرف يطلع وراح يطمن هو وميرا على كرون. لقوه للاسف مات، والكيراتورس كمان كان وقع من على الجبل ومات. وخدوا القطيع وراحوا بيهم ارض المأوى. والادار وكيرا اتجوزوا، وكيرا باضت وكانوا مستنيين البيض يفقس. بس قيمة
راحت هي وليار يطمنوا على البيض ويهزروا، وليو لقت البيض بيفقس ولقت بيبي شبه ألادار، وكلهم فرحوا بيه، والديناصورات كلهم كانوا فرحانين وكل اللي موجودين. ولعلمكم مفيش حد فينا يعرف ايه اللي حصل للديناصورات قبل كده، لكن في شك انهم يكونوا لسه موجودين في مكان ما تاني بس احنا مش عارفينه. ولازم تكونوا عارفين ان لازم نعيش حياتنا ونهتم بنفسنا علشان ممكن كمان واحنا عايشين نعمل حاجة صغيرة ما تتنسيش ويفضل كل الناس فاكرينها لنا. كان معاكم خالد إبراهيم من حكايات قبل النوم. بيبدأ فيلمنا النهارده بداليا ديسكو وهي بتجري عكس الطريق بالموتوسيكل بتاعها، وبيقابلها في الطريق جهاز مكافحة الأشرار عشان يقبضوا عليها، بس هي بتعرف تلف بالموتوسيكل بتاعها وتهرب منهم، وبيجروا وراها بس هي بتفلت منهم وبتخش المقر بتاع الستة الأشرار. ولما دخلت المقر كانت جابت خريطة سلسلة حجر الوحوش الأسطورية. قابلت جوه سيد مرزبة ونونا الشعنونة وخدها منها روان وحذفها لاستاكوزا عشان يديها للزعيم بتاعهم وحيد أبو كف. ولما فتحوا الخريطة قال لهم إن الحجر ده هيخلينا أقوى وأعظم أشرار في العالم، وهيسافروا الصين عشان يجيبوا الحجر. ولما أبو كف وصل وفتح باب الكهف ودخل جواه وهو بينزل اتزحلق وكان هيموت. ولما شاف الحجر وقال له اهلا يا غالي، بس لما جه يطلب اتفتحت بوابات حراس الحجر وابتدوا يهاجموه، بس هو ضربهم وعرف ياخد السلسله وخد قوه الوحوش الاسطوريه. بس لما طلع من الكهف لقى جيش دهب بيجري وراه عشان يحاربوه، وباقي الاشرار راحوا له بالطياره وحدفوا له حبل يطلع عليه، بس وهو طالع للاسف مفيش صحوبيه في المال الحرام. قالوا له انت عجزت يا جدو. استاكوزا قطع الحبل بتاعه بعد لما خدوا منه السلسله. ونروح لجرو بطل فيلمنا النهارده وهو في الفصل، والمدرسه بتسالهم كل واحد يا قطاقيط نفسه يبقى ايه لما يكبر. اللي قال الدكتوره واللي قال مدرس واللي قال رئيس والعياذ بالله. ولما المدرسه سالت جرو هنا كان عنده 11 سنه قال لها انا هبقى الشرير اللي ما جابتوش ولاده، وكلهم قعدوا يضحكوا عليه في الفصل. وخرج من المدرسه وكان سيد وكرم وبيبو مستنيينه عشان يروحوا يتفرجوا على فيلم في السينما، وجرو كان عنده موتوسيكل نفاث ركبوا عليه وجريوا بسرعه للسينما عشان يتفرجوا على فيلم الفك المفترس. بس طبعا هم مش اي حد عشان يتفرجوا على الفيلم. جرو كان معاه قنبله فيها ريحه بيض بايظ رماها جوه السينما عشان كل الناس تخرج ويقعدوا يتفرجوا لوحدهم على الفيلم. وبعد لما خلصوا الفيلم راحوا الملاهي يلعبوا شويه، بعد كده قرروا يدخلوا محل عشان ياكلوا ايس كريم، بس الطابور عشان كان طويل جرو ما كانش عاجبه الكلام ده، وسيد اداله رشاش الجبنه الخطير، وجرو قعد يرش على الناس اللي واقفين في الطابور واللي موجودين في المحل. ولما وصلوا للراجل بتاع الايس كريم قال لهم انا ماليش في التلزيق واداهم الايس كريم ببلاش. وبعد كده روحوا البيت وجرو فتح صندوق البوسطه بتاعه ولقى فيه جواب سري، ولما فتحه لقى فيه شريط فيديو للستة الاشرار، ولما شغله طلع منه نور داليا ديسكو وقالت له انت عندك ميعاد بكره عشان تيجي تقدم على الشغل الجديد، وقالت له العنوان لما تيجي تقول كلمه السر انت مش تمام. وبعد ما الرساله خلصت الشريط فرقع. جرو دخل البيت عشان يبلغ مامته بس لقى معاها الراجل بتاع اليوجا عمال بيدربها، ودخل اوضته عشان يبلغ بقيه اصحابه. واليونس كانوا شغالين تحت في المقر السري للشر. جرو بلغهم انه بكره هيروح يقابل الستة الاشرار وهم فرحوا جدا وطلعوا عشان ينام، بس سيد وكرم وبيبو طلعوا يناموا معاه. وعلى قناه VNC كان في خبر عاجل ان الاشرار الستة قالوا بعد 3 ايام هتكون القوه بتاعه سلسله الوحوش الصينيه هتتفعل وهيقدروا في الوقت ده يدمروا جهاز مكافحه الاشرار ويكيدوا الاعادي. طبعا الكلام ده ما عجبش وحيد ابو كف وقرر ينتقم منهم، كان عمل عصابه جديده كان بيدربهم ازاي يقدروا يهاجموا اي حد. جرو كان بيجهز نفسه عشان يروح يقابل الستة الاشرار، بس وهو خارج من البيت لقى النونوز واقفين مستنيينه عشان يروحوا معاه، بس جرو قال لهم ما ينفعش ان انتوا تيجوا معايا، ممكن تدوروا على حد تاني تساعدوه في الشر، وسابهم ومشي. بس هم ما استسلموش ومشوا وراه، وجرو وصل المقر اللي كان اسمه جريمه فول. ولما دخل قابل اللي شغال في المحل وجرو قال له كلمه السر انت مش تمام، فهو فهم على طول وقال له خش اوضه رقم 3. وطبعا النونوز كانوا وصلوا مقر الستة الاشرار. جرو لما دخل الاوضه طلعت اسانسير ونزلت بيه لحد الدور الاول، ولما وصل لقى اشرار كتير تانيين مستنيين يعملوا مقابله، ودخل جرو يعمل مقابله مع الستة الاشرار وقال لهم ان هو ما كانش متخيل ان هو يقف قدامهم. بس داليا ديسكو قالت لاستاكوزا هو مين اللي جاب العيل الصغير ده هنا؟ استاكوزا قال لها انا كنت فاكره راجل بس قصير. وسالت جرو هو الشر ينفع للعيال الصغيرين؟ قال لها ايوه انا شرير. قالت له الشر للكبار بس اللي يعرفوا يسرقوا سلسله حجر الوحوش الصينيه، وقعدوا يتريقوا عليه عشان هو عيل صغير لسه. ولما جم يطردوه دخل واحد تاني عشان يوريهم مهاراته وهم انشغلوا معاه. فكر جرو يسرق سلسله حجر الوحوش عشان يثبت لهم ان هو شرير، وداليا اكتشفت ان هو سرق الحجر وجري وراه سيد مرزبة وضرب الممر الازاز اللي جرو ماشي عليه، والممر ده اتكسر، بس جرو لحق يهرب وخرج من المبنى. وابو كف كان واقف عمال يراقب المبنى واستغرب العيل الصغير ده اللي جابه هنا. وجرو راكب الموتوسيكل بتاعه هو والنونوز وهربوا، بس عصابه الاشرار
الستة جريوا وراه وطردوه، وهو بيجري بيهرب منهم السلسلة وقعت ووقع معاها توتو، وجرو قال له خد السلسلة وروح البيت. وجرو كان بيجري وراه نونا الشعنونة واستاكوزا، ولقى قدامه سيد مرزبة حدف عليه عربية، ونونا الشعنونة حدفت عليه المنشاك بتاعها، وجرو خلاهم الاتنين يضربوا بعض. وداليا ديسكو قالت لهم سيبوا لي انا الطلعة دي، وربطت السلسلة بتاعتها في الموتوسيكل بتاع جرو. بس جرو فعل الصاروخ النفاث وعرف يهرب منهم. ولما جرو راح البيت احتفل هو والنونوس بسرقة سلسلة حجر الوحوش الصينية، وكان مستني توتو يرجع بالسلسلة البيت. بس توتو الغبي ادى السلسلة لولد صغير في عيد ميلاده وخد منه بدلها حجر. جرو كان هيتجنن وسأل توتو عيد الميلاد ده كان فين، وطرد كل النونوس من البيت وقال لهم انتوا فاشلين، ما ينفعش تكونوا اشرار، انا هروح ادور على الحجر لوحدي، وعايز ارجع ما الاقيكمش موجودين في البيت. كرم كان بيبص من الشباك على جرو، بس لقى عربية ابو كف واقفة على الشارع، ولما شافوا جرو معاه حجر جري وراه بالعربية وخطفوه. وكرم كان بيجري وراهم عشان يعرف هم خطفوه فين، بس للاسف كرم ما لحقهمش. جرو اكتشف ان اللي خطفه وحيد ابو كف، بس ابو كف قال له لخص في حكايتك واديني السلسله. جرو اداله الحجر اللي توتو اداهوله. ابو كف قال له انت بتستقرضني، وخلى البودي جارد بتاعه يمسكه من رجليه اكنه هيرميه من البلكونه، وقعدوا يسالوه السلسله فين، قال لهم مش معايا. ابو كف جاب له التليفون وقال له كلم امك عشان تدفع فديه. في البيت كان النونوس كلهم عمالين بيرسموا خطه ازاي يلاقي جرو، واول ما سمعوا صوت التليفون بيرن جريوا عليه. كرم رد على التليفون وابو كف كان بيكلمه، قال له تجيب السلسله في عزبه ابو قتاده شارع الترعه الخضراء، قدامك يومين، لو ما جبتش فيهم السلسله مش هتشوف جرو تاني. النونوس هيقعدوا يحققوا مع توتو عشان يشوفوا هو ادى السلسله لمين بالظبط، لحد لما توتو بيعرفهم البيت وبيروحوا يجيبوا السلسله. بس وهما بيجيبوا السلسله بيكتشفوا ان السلسله مش مع الواد، وان السلسله مع عمه اللي لابسها في رقبته. توتو اول ما شافه ركب عجله وجري وراه. سيد وكرم وبيبو لقوا اتوبيس بيروح عزبه ابو قتاته، فقالوا هيركبوا الاتوبيس ده ويروحوا ينقذوا جرو. بالنسبه لعصابه الستة الاشرار او اللي بقوا الخمسه الاشرار قرروا يروحوا ويجيبوا جرو من البيت. وداليا ديسكو قالت له وقعتك سودا. جريوا وركبوا الموتوسيكلات والعربيات والدبابات بتاعتهم وراحوا على البيت. سيد وكرم وبيبو وصلوا المطار وهيركبوا طياره تروح ابو قتاته، بس لقوا ان معهمش فلوس يركبوا الطياره، فقرروا يلبسوا لبس الطيارين ويركبوا الطياره ويروحوا عزبه ابو قتاته. بس عملوا بلاوي سودا عشان هم ما بيعرفوش يسوقوا طياره. سيد داس على كل الزراير وكل المفاتيح وشغلوا الطياره وطاروا بيها ووصلوا الحمد لله ابو قتاته. وحيد ابو كف وهو بيكتف جرو قال له انت مصيبه، عرفت تسرق منهم السلسله من الستة الاشرار. جرو كان فرحان ان وحيد ابو كف بيشكر فيه وبيقول ان هو مصيبه، بس وحيد ابو كف كان بيكتفه على جهاز تعذيب جديد فيه منشار، لو النونوس ما جابوش السلسله خلال 48 ساعه المنشار ده هيموته. توتو كان لسه بيجري ورا عم الولد عشان يجيب منه السلسله، وسيد وكرم وبيبو كانوا بيدوروا في وقتها على البيت اللي جرو مخطوف فيه عشان ينقذوه. ولما وصلوا عند بيت وحيد ابو كف واتخفوا ودخلوا البيت، بس البودي جاردات بتوع وحيد شافوهم وجريوا وراهم عشان يمسكوهم، بس هم هربوا منهم وخرجوا من البيت وفضلوا يجروا لحد لما وصلوا للحي الصيني. بس للاسف مسكوهم قدام عياده مدربه الكونغ فو مشيره ونزلوا فيهم ضرب، ادولهم علقه سخنه. مشيره كان الصوت مضايقها ومش عارفه تشتغل، فلما خرجت لهم قالت لهم انتوا بتشطروا عليهم عشان عيال صغيره. قام واحد من البودي جاردات قال لها اسكتي يا وليه يا كركوبه، وطبعا الكلمه ما عجبتش مشيره على الرغم من ان سنها كبير الا عندها شويه مهارات في الكونغ فو، لدرجه انها قالت لهم انا مخترعه اسلوب في الكونغ فو اسمه الشاو. ومسكت البودي جاردات ردنتهم حته علقه سخنه ما خلاهاش حرامي في مولد وفين يوجعك، لحد ما ضربتهم بقوه الشاو طيرتهم وسابتهم ودخلت جوه تكمل شغلها. النونوس دخلوا وراها البيت عشان يتعلموا منها كونغ فو، بس هي قالت لهم ان هي بطلت تدرب كونغ فو. سيد لما جه يكلمها قعدت تضربه لحد ما بيبو وكرم وسيد قعدوا يترجوها انها تدربهم، وافقت ان هي تدربهم. بقيه النونوس كانوا في البيت عند جرو، كانوا بيساعدوا مامته في حاجات البيت زي ما انت بتساعد ماما في البيت، وما بترميش هدومك في اي حته، ما بتروقش سريرك. وفجاه دخل عليهم عصابه الخمسه الاشرار عشان يعرفوا فين مكان جرو، بس مامته قالت لهم انا ما اعرفش مكانه. ولما سال النونوس عرف ان وحيد ابو كف خطفه او جرو شغال معاه، قالوا ما بدهاش بقى يلا بينا على ابو قتاته. كابتن مشيره دخلت النونوس اوضه التمرين وقالت لهم هعلمكم المهارات الاساسيه، بس كانوا خايبين مش عارفين يتمرنوا، كانوا بيتضربوا بدل ما بيتدربوا. كانت بتدربهم انهم يكسروا شويه خشب بدماغهم. سيد مسك كرم وقعد يضرب دماغه في الخشب عشان يكسروا، ولما كانوا ما بيسمعوش الكلام في التدريب كانت بتضربهم بالخرزانه. وحيد ابو كف البودي جاردات اللي معاه قرروا يسيبوه عشان بقاله كتير ما بيدفع لهمش فلوس. وحيد ابو كف فك جرو عشان يساعده وقال له انت هتبقى المساعد بتاعي، واول شغلانه ليك انك هتنظف الحمام بتاع السباحه، عايزه بيلمع وخلي بالك عشان مليان تماسيح. وحيد التماسيح كانت هتاكله وهو بيوريه ازاي ينظف حمام السباحه، بس جرو انقذه منهم. وحيد ابو كف استغرب وقال له بما انك انقذتني ونفسك تبقى شرير انا هعلمك ازاي تبقى شرير. توتو كان لسه ماشي بالعجله ورا عم الواد اللي معاه السلسله، وفضل يسافر من بلد لبلد عشان يلحقه بالعجله وياخد منه السلسله لحد اما الراجل هو اللي قابله واداله السلسله وساله انت رايح فين؟ قال له رايح ابو قتاته. قال له يا دي السعد يا دي الهنا، انا كمان رايح ابو قتاته، تعالى ده انا هوصلك.
وتوتو ركب وراه الموتوسيكل، وشيرا خدت النونوز ودتهم تاني يوم الغابه عشان تدربهم، وقالت لهم هعلمكم النهارده ازاي تطلع. لا انت فهمت ايه؟ هي قالت لهم ازاي تطلع الوحش اللي جواه. سيد وكرم وبيبو ما كانوش عارفين يطلعوا الوحش اللي جواهم، لدرجه ان مشيره طارت وقالت لسيد صد الضربه دي، بس سيد يا عيني غلبان ما عرفش يصدها ولبس الضربه في وشه. فضلت تدربهم، ولما نجحوا في اول امتحان قالت لهم انتوا دلوقتي جاهزين. هم فرحوا وجريوا، ما استنوش يعرفوا هم جاهزين لايه. اتاريهم كانوا جاهزين يبتدوا في مستوى المبتدئين من الكونغ فو. نرجع لوحيد ابو كف اللي خد جرو وراحوا بنك الاشرار وعملوا تمثيليه عشان يعرفوا يسرقوا بيها البنك، وفعلا جرو قدر ان هو يفتح الخزنه الكبيره ويسرق منها لوحه الموناليزا. ولما خرجوا من البنك وحيد قال له انا هعلمك كل حاجه انا اعرفها عن الشر. سيد وكرم وبيبو راحوا البيت بتاع وحيد ابو كف تاني عشان يدخلوا ينقذوا جرو، وعرفوا يدخلوا البيت. وهم بيدوروا على جرو كان عصابه الاشرار السته وصلوا هم كمان ودمروا البيت، بس ما لقوش وحيد ابو كف وراحوا يدوروا عليه، والنونوز راحوا وراهم عشان يدوروا على جرو. توتو وصل هو وعم الولد لكوبري ابو قتاته ولقوا ان في احتفالات، وقالوا يروحوا يشوفوا ايه الاحتفالات دي، وكانت الاحتفالات دي في الحي الصيني. وتوتو دخل الاحتفال وساب عم الولد بعد ما وصلوا ابو قتاته. وحيد ابو كف وصل هو وجرو لحد البيت واتصدم لما لقى البيت اتهد، وابو كف كان متعصب لانه عارف ان اللي عملوا كده هم السته الاشرار وبيقرر ان هو يستسلم. بس جرو قال له اسمع يا معلم، انا وانت هنعمل فريق ونحط على الخمسه الاشرار. بس ابو كف قال له لا انا مش مكمل، ارجع روح البيت. وزعق لجرو وجرو زعل ومشي. بس وهو ماشي في الطريق سمع صوت توتو وبص عليه لقى راكب تنين في الاحتفالات بتاعه الحي الصيني. وجرو راح له واتقابل هو وتوتو وقال له انا لقيت الحجر واداهوله. قال له انا فخور بيك قوي ويلا بينا عشان نلحق نروح نديه لابو كف. بس للاسف ما لحقوش عشان كانت العصابه وصلت. ولما جه جرو وتوتو يجروا من العصابه وداليا ديسكو حذفت السلسله بتاعتها ومسكت جرو وقالت له اخيرا وقعت في ايدي يا مكلبز. ودخلت شرطه مكافحه الاشرار وكانوا كتير وقالوا لهم ما حدش يتحرك، المكان كله محاصر. بس هم ما كانوش هيعرفوا ان الاشرار السته كان معاهم حجر الوحوش الصيني واللي اشتغل اول ما داليا ديسكو داست عليه وطلع منه 5 وحوش ودخلوا في جسم الخمسه الاشرار وابتدوا ان هم يتحولوا. يعني داليا ديسكو اتحولت لتنين، وسيد مرزبة اتحول لطور، واستاكوزا اتحول لقرد، ونونا الشعنونه اتحولت لتعبان ضخم، ورهوان اتحول لنمر. وابتدوا يهاجموا في شرطه مكافحه الاشرار. وجرو لما جه يهرب داليا ديسكو مسكته وقالت له انت فاكر ان انت هتهرب مننا؟ ده انت سرقت مننا الحجر ودلوقتي لازم تدفع الثمن. وقامت رابطاه في برج الساعه علشان الساعه كل ما عقاربها تتحرك جرو يتقطع حتت. في الوقت ده كان سيد وكرم وبيبو وصلوا الحي الصيني، ولما جم يهاجموا داليا ديسكو طلعت شعاع من السلسله وحولتهم. كرم اتحول لارنب، وبيبو اتحول لخروف، وسيد اتحول لديك بيكاكي. واول لما جت تهاجمهم وحيد ابو كف قال لهم انا جيت يا خونه. هم قعدوا يتريقوا عليه ويقولوا له يا عجوز. قال لهم انا جاي انقذ الولد ده. قالوا له انت جاي لوحدك ولا معاك جيش؟ قال لهم جيشي هم دول، وشاور على سيد وكرم وبيبو. وابتدوا ان هم يحاربوا بعض. ولما رهوان جري ورا كرم جه في ودانه الكلام اللي كانت المعلمه مشيره وقالته له دور على الوحش جواك. وفعلا كرم بقى بيطلع نار ومسك رهوان ضربه، وبيبو هو كمان طلع الوحش اللي جواه وراح ضرب سيد مرزبة واستاكوزا. اما سيد اللي اتحول لديك ضرب نونا الشعنونه بقوه البيض بتاعته. وهتسالني تقول لي هو الديك بيبيض؟ سؤال ذكي جدا على فكره. هقول لك يعني يا راجل سايب كل اللي فات ومسكت البيض الديك. المهم ان بيضه منهم يعني طلع منها كتكوت صغنن، بس نونا الشعنونه عشان ما عندهاش قلب اكلته. بس سيد ما سكتلهاش، اداها واحده في بقها كسر لها اسنانها وطير العين من بقها. وتوتو قرر ان هو هيكون البطل اللي هينقذ جرو. وحيد ابو كف هو اللي كان بيجري ورا داليا ديسكو هو وباقي النونوز. وتوتو وهو طالع عشان ينقذ جرو استاكوزا شافه، وبعد ما توتو فك جرو استاكوزا مسك توتو، بس جرو فك عقرب الساعه الحديد وضرب استاكوزا على دماغه. ووحيد ابو كف كان بيحاول ان هو يوصل للسلسله اللي لابسها داليا ديسكو في رقبتها بس ما عرفش، وداليا ولعت فيه النار. ولما جم يحاصروه عشان يموتوه جرو وقف لهم وقال لهم محدش يلمس الزعيم بتاعي. داليا ديسكو قالت لهم دمروا الولد ده دلوقتي، وكلهم جريوا ناحيه جرو عشان يموتوه. بس سيد وكرم وبيبو وقفوا قدامهم وضربوهم بقوه تشاو اللي اتعلموها من المعلمه مشيره. طيروهم كلهم لدرجه ان من قوه الضربه بتاعتهم السلسله اتقطعت من رقبه داليا ديسكو، وجرو مسك السلسله ورجع كل القوه تاني للسلسله وخلى الخمسه الاشرار يتحولوا تاني لفران. وقال لهم اهو الصغير المقلبز هو اللي هزمكم دلوقتي. وجت شرطه مكافحه الاشرار مسكت الخمسه الاشرار وخدوا السلسله من جرو ووحيد ابو كف، وكانت الاسعاف بتنقله. وشرطه مكافحه الاشرار قالوا له بعد ما تخف هنحبسك. وجرو ودعه، وفي الاخر بنلاقي ان وحيد ابو كف مات، وجرو خد باله ان هو واقف لسه ما ماتش وانه عمل كده عشان يهرب من السجن. ومدير شرطه مكافحه الاشرار قال لجرو مش عايزك تعمل مشاكل. جرو قال له انا همشي كويس بعد كده. وجرو راح ركب العربيه مع ابو كف وسال ابو كف انت عملت كده ازاي؟ قال له هبقى اقول لك بعدين. والاتنين ركب معاهم كل النونوس في العربيه ومشوا. جرو بعد كده راح لمقر السته الاشرار وطلب من الراجل اللي شغال هناك انه يقبل يكون المساعد بتاعه، والراجل وافق واخد المقر كله هو وجرو والنونوس ومشوا. وبكده يكون فيلمنا خلص النهارده. طبعا مش محتاج اقول لكم ان لو عايزين تشوفوا فيديوهات اكتر لازم تشجعونا على ده وتشتركوا في القناه وتعملوا لايك وتكتبوا لنا كومنت. سلام.
فيلمنا النهارده بيبدأ بفلاش باك لأنس وهو بيسترجع الذكريات بتاعة أبوه وأمه وموتهم وهم بيغرقوا في مستنقع البلاك، وبيطلبوا منه إن هو يسيبهم ويفضل ماشي ورا نور الشمس ويروح يدور على مكان اسمه المستقبل، وأكيد المكان ده مش في المدرسة بتاعتك، ويسيبهم ويمشي يروح يدور على المستقبل. وهو ماشي في طريقه بيقابل منذر القرد بتاعه شاطر في المراقبة، وبيفضل يمشي وتعدي عليه أيام وسنين وهو بيدور على المستقبل لحد لما بيقابل عين وبيتصاحبوا وبيدوروا هما وعيلة فريد على المستقبل. وعين بتحب أنس وبيكون معاها النمر شكري وكلب فخر دوجلاس، وهما بيدوروا بيقابلوا وحوش كتيرة وبيحاربوهم وبينتصروا عليهم، حتى ساندي الصغيرة بتهاجم معاهم، وأنس وعين بيقعدوا يحبوا في بعض حتى وهما الوحوش بتحاربهم. بس فريد بيقول لهم إن الأسرة ما ينفعش تتفرق. فريد بيبقى متضايق من الرومانسية الزيادة بتاعتهم، وبيتضايق أكتر لما بيسمعهم وهما بيتكلموا إنهم عاوزين يكونوا أسرة لوحدهم بعيد عن عيلة فريد ويكونوا مع بعض لوحدهم في مكان بعيد. والصبح لما بيصحوا ما بيلاقوش فريد لحد لما بيسمعوا صوت داخل عليهم بيفتكروه وحش، بس بيبقى فريد وبيقول لهم إنه لقى مكان جميل جدا. لما بيروحوا بيلاقوا سور كبير وبيفتكروا كده إنهم وصلوا لنهاية العالم، بس فريد بيقول لهم دي البداية يا جماعة، رحبوا بأرض المستقبل. وبيدخلوا بيلاقوا كل أنواع الفواكه والخضروات موجودة وبيقعدوا ياكلوا جامد لحد لما فريد بيلاقي موزة وبيتطفس ويروحوا يشوفوا إيه الموزة دي، بس للأسف بيقعوا في شبكة بتمسكهم وبيلاقوا وحش داخل عليهم. بس بيطلعوا بعد كده عيلة تحسين بدر ومراته أمل، ولما بيشوفوا عيلة فريد بيلاقوا معاهم أنس وبيطلعوا يعرفوه من أيام زمان أيام باباه ومامته، وأنس بيعرفهم. عيلة تحسين بيرحبوا بعيلة فريد وبياخدوهم على البيت بتاعهم اللي بيكون عبارة عن شجرة كبيرة فيها أوض كتير وأسانسير. ولما بيطلعوا بيقابلوا فجر بنت أمل وبدر. فجر بتعرف أنس لكن عين بتكون مبسوطة أكتر إن في بنت زيها وهتبقى صاحبتها، وفجر كمان بتكون مبسوطة. بدر بيقول لهم أنتوا ضيوفنا ومسموح ليكم تاكلوا أي حاجة إلا الموز، وقال لفريد الموز بالذات محدش ياكل منه. وكان جه وقت النوم وبدر قال لهم عندنا أوض كتير فيها سراير مريحة للنوم، وفعلا بيناموا كل واحد فيهم في أوضة لوحده. وفخر بيقعد يتفرج على الحديقة من الشباك وبقى مدمن الفرجة من الشباك أكنه بيتفرج على التلفزيون زيك كده وأنت مدمن على التليفون. فريد هو الوحيد اللي معرفش ينام لوحده وراح ينام مع نجلاء، لكن بنكتشف بعد كده لقية أمل وبدر وهم متضايقين من عيلة فريد وعاوزين يخلوا أنس يعيش معاهم ويطردوا عيلة فريد، وفعلا بيخططوا إزاي يخلوا أنس ما يحبش يفضل مع عيلة فريد وهم يكرهوه ويسيبوا المكان ويمشوا من غير أنس. ولما بيصحى أنس عيلة تحسين بتاخده عشان يقابل فجر، قال إيه إنها صدفة، وبيخلوا أنس يساعد فجر في شغلها عشان يتكلموا مع بعض، وبيخلوا أنس يستحمى ويغير تسريحة شعره وهدومه. وعين لما بتصحى بتشوفه هي وفريد وبيستغربوا من شكله الجديد لدرجة إن عين بتحس إنه ما بقاش مهتم بيها وبتقعد لوحدها وتفكر. وفجر بتروح لها وبتسألها عن التعوير اللي هي متعوراها في جسمها، وعين بتقول لها أسبابها وقالت لها إن آخر صباع في رجلها ضاع في مغامرة من المغامرات بتاعتها. وعين بتقرر تاخدها ويخرجوا بره المزرعة ويواجهوا الطبيعة وتوريها شوية مغامرات. بدر بياخد فريد يفرجوا على المزرعة وبيشرح له إن هو غير مجرى النهر علشان يعرف يعمل المزرعة دي، وبيروح بيه كهف السونا السري ويطلب منه إنه ما يقولش لحد على المكان ده، وبيقعد يدحلبه في الكلام عشان يعرف إيه اللي مضايقه من أنس لحد ما بيعترف له إن أنس عاوز ياخد عين في مكان بعيد ويستقلوا بنفسهم وهو بيكرهه، لحد ما بدر بيقول له أنت عاوز أنس يفضل معانا وأنتوا تمشوا وتسيبوه، وبيضحك عليه. وفريد فعلا بيوافق إن أنس يفضل مع عيلة تحسين وهم يمشوا من المزرعة. أمل بتقابل نجلاء وبتقعد معاها وبتديها سلة فيها أكل عشان يخرجوا للغابات تاني، وبتشكرهم إنهم حافظوا على أنس ورجعوه تاني. عين بتفرج فجر على الحاجات اللي موجودة بره السور بتاع المزرعة لحد لما نحلة شكت فجر في إيديها. نجلاء بتقعد تفكر مع نفسها وبتعرف إن عيلة تحسين بيفكروا ياخدوا منهم أنس ويمشوهم، وبتكشف اللعبة اللي هم عاملينها وبتقعد تدافع عن أنس إنه واحد منهم وما ينفعش يسيبوه. ولما بتشرح أمل عملت إيه معاها، فريد بيفتكر الكلام اللي كان بدر بيقوله له وبيعرف هو كمان إن بدر ضحك عليه. وفريد ونجلاء بيتعصبوا وبيقرروا إنهم ياخدوا أنس ويمشوا من المكان. فريد بيقول لها هنمشي بس لما ياكل الموز الأول اللي هو محوشه. لما عين وفجر بيرجعوا فجر ما بتبقاش في وعيها بسبب قرصة النحلة اللي هي سببت لها حساسية، وأنس بيزعق لعين إنها خدت فجر وخرجت بره السوق وعرضت حياتها للخطر. ولما بيشوف إيديها بيلاقيها ورمت من الحساسية، وبيقول لعين إن ما بقاش حابب تصرفات الغابة وإحنا هنا أحسن. عين بتزعل وبتقرر تتخانق معاه بطريقة الغابة. عيلة تحسين بيعملوا عشاء ويعزموا فيه عيلة فريد، وأنس وفجر بيقعدوا معاهم، وعين بتتخانق مع أنس على إنه مش حابب تصرفات الغابة. ولما بيسألها أنت بتتصرفي كده ليه، بتقول له أنا بتصرف كده عشان دي تصرفات الناس اللي عايشة في الغابة. بدر قال لفريد قدامهم أنا متشكر على الاقتراح اللي قلته لي النهارده إن أنس يفضل معانا وأنتوا هتمشوا وتكملوا عيشة في الغابة، بس فريد ما بيسكتش وبيقول قدامهم على كهف السونا السري، وبيخلي أمل تتخانق مع بدر وكلهم بيتخانقوا مع بعض لحد لما بيشوفوا إيد فجر وهي ورمة، وبيعرفوا إنها خرجت هي وعين بره المزرعة. وفي وسط الخناقة أنس بيقول لهم إنه مش هيمشي من هنا لأن هو ده المستقبل اللي كان بيدور عليه، وبيقرر عين وأنس إنهم يتفرقوا. ولما بدر بيتكلم فريد بيرمي قدامه قشرة موز وبيقول له إنه كل الموز، وبدر بيروح يتأكد وبيقعد يعيط، وفريد وأنس بيستغربوا وهو بيعيط ليه إن الموز اتاكل كله. بدر حكى لهم إن الموز هو سر إنهم عايشين وإن مفيش وحش بيهاجمهم، وحكى لهم قصة الوحش إنه بيجي كل يوم ياخد الموز
وفعلا طلع الوحش هو مجموعه قرود ايديهم حمراء عشان بيلعبوا بوكس، وخطفوا انس وفريد وبدر وخدوهم على الجبل بتاعهم. وعيله فريد وتحسين اكتشفوا انهم اتخطفوا وقرروا يروحوا وراهم ينقذوهم. وهم ماشيين لقوا الطريق فيه سمك قرش بري بيمنعوهم ان هم يعدوا، وبيحصل خناقه بين نجلاء وامل انهم يعدوا ولا ما يعدوش، لحد لما بيقعوا في بحيره وبيوصلوا لشط ويقرروا يكملوا طريقهم. القرود لما بيوصلوا للجبل بتاعهم بيضربوا فريد علقه سخنه عشان كان عاوز يضربهم. والقرود دول مش بس بيعرفوا في الملاكمه، لا دول بيضربوا بالدماغ وبيكسروا العظم باسنانهم، وحتى الديل بتاعها بتضرب بيه وبتنيم مغناطيسيا. وبيظهر زعيم القرود وناس بيتكلموا بلغه الملاكمه. زعيم القرود بيحكي له القصه من اولها. القرود كانت عايشه فوق الجبل وكان عندهم شجر موز كتير كانوا بياكلوا منه وبيدوا للوحش الكبير اللي بيجي ياخد، ولسبب هم مش عارفينه الميه اختفت من عندهم، وده خلى كل شجر الموز يموت وما يبقاش عندهم موز تاني. والوحش كان كل مره بيجي يلاقي موز لحد ما بقاش فيه موز، والوحش بقى بياخدهم هم بدل الموز. والقرود اكتشفوا ان السبب في ده هو بدر، وبدر كان عايز يحاربهم لكن هم بقى معاهم اسلحه، وبدر استسلم هو وفريد وانس. نجلاء وامل هم والفريق بتاعهم بيوصلوا على جزيره، والجده بتحكي لهم عن ايام زمان لما كانت من ضمن اخوات الرعد وبتشيل شعرها وبيطلع انه حيوان بيطير ومسمياه شعراوي، وبعتته عشان يعرف فريد وبدر وانس مكانهم فين. وامل بتتزحلق وتقع في كهف وتتجمد، ولما بيدخلوا الكهف ده بيطلع عليهم وحوش بجسم عنكبوت وراس كلب، ولما بييجوا يهاجموهم عين وعيله فريد بيحاولوا ينقذوا امل، بس فجأة بتكتشف ان هم مش بيهاجموهم وان هم خايفين على ابنهم الصغير. شعراوي لما طار عرف مكان بدر وفريد وانس ورجع علشان يقول للجده، وعيله ومامتها كانوا قاعدين بيتكلموا وبتحكي لها عن المشاكل اللي هي حاسه بيها. زيك بالظبط لما يكون عندك مشكله لازم تحكي لماما او بابا وما تحكيش لحد غيرهم. وفي الاخر كلهم اتجمعوا عشان يناموا، وامل قعدت تتاسف في عين ونجلاء على الكلام اللي قالته ليهم. والقرود خلوا بدر وفريد وانس بدل الموز علشان الوحش لما يجي ياخدهم، وبدر وفريد قعدوا يضربوا بعض ان مين فيهم السبب، لحد ما في الاخر محدش فيهم انتصر وهيحطوهم في قشر موز علشان الوحش ياخدهم. فريق نجلاء وامل لقوا شعراوي رجع، والجده خدته وقال لها عنوان بدر وفريد وانس فين، والجده قالت لهم يلا بينا يا اخوات الرعد احنا هننقذ الرجاله بتوعنا، وقعدت تسميهم ساندي، شراسه، نجلاء، قرن الدم، عين، قلب النار، فجر، ظلام الليل، فخر، الفك المفترس، امل، وحل المستنقع. والوحوش اللي قابلوهم في الكهف خدوهم معاهم وسموهم العنكذئب، وراحوا يحاربوا القرود بيهم وينقذوا الرجاله. ونروح لفريد وبدر اللي اعتذروا لبعض قبل الوحش ما يخطفهم عشان ياكلهم، بس الوقت كان فات والوحش مسكهم وجه يبلعهم. لحقهم اخوات الرعد ضربوا القرود والوحوش وخلوا شعراوي يكهربوا في مناخيره وانقذوهم، لكن الوحش ما عجبوش الكلام ده وقرر يهجم عليهم، بس عين ضربته وخلته يتعصب وجري وراها. وانس كان عاوز ينقذها وقرر يعترف لها بحبه، والوحش كان هياكلهم بس العيلتين حلفوا عليه طول عشان ينقذوهم، بس ده خلى الوحش يتعصب اكتر وكان هياكلهم، بس عين وانس وقعوا صخره كبيره عليه وكلهم فرحوا ان الوحش انتهى. بس للاسف مسك عين وكان هياخدها معاه، وهو بيقع يا ترى الوحش مسكها منين؟ صح، مسكها من الصباع بتاعها اللي مش حقيقي اللي كانت حكت لفجر عليه. عين كانت فقدت الصباع ده في مغامراتها وبدلته بحبايه فول سوداني، ولما الوحش مسكها منه قررت ان هي تتنازل عن الفول السوداني وسابت صباعها، والوحش وقع مات والعيلتين رجعوا يعيشوا مع بعض تاني، وكمان القرود عاشت معاهم وبدر اتعلم لغه القرود، وعين وانس عاشوا مع بعض لوحدهم. وبكده تكون حكايتنا خلصت النهارده. طبعا مش محتاجه اقول لكم ان لو عايزين تشوفوا فيديوهات اكتر لازم تشجعونا على ده وتشتركوا في القناه وتعملوا لايك وتكتبوا لينا كومنت. سلام.